هاي نحن وعدناك ورجعنا ترى. نحن بنبشرك يا حجي انه راح نعمل له العمليه. يا الله يجيكم كل خير. ما بيحكي ها؟ بسر امركم يا رب. أنا امبارح بالليل قلت له يا رب دخلك والله دقت حالنا كثير وأخوي تعبان كثير. احنا الآن هذه العائلة كنا معها من حوالي شهر تقريبا. ما عندي غيره، هاي اشترى الدواء مشان الله ساعدوا أخوي ساعدوا أمي. حالة وضع صعب جدا في قرية البويضة في ريف حمص الجنوبي. الآن تمت كفالتهم من أهل الخير، راح نحاول نبشرهم ونتابع حالتهم. أسأل الله عز وجل أنه يعيننا ونعينهم، وأسأل الله أنه يبارك لكل من بذل. يا جماعة يعني قد تبذل شيء وتمشي أنت، لكن أثره عظيم جدا على الناس. تعالوا نشوف. الأم هنا بكت وابنها مات. في حدا هون؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي عبد الله غنوم. السلام عليكم ورحمة الله. جينا المرة الماضية هون، كانت والدتك وفينا نشوفهم ولا ما هون؟ يلا إذا تكرم علينا. إن شاء الله تمام. وجوزكم ان شاء الله. هاي نحن وعدناك ورجعنا ترى. بارك الله. ابنك وينه؟ والله ابننا ليك وهلا بجي. المريض. اي والله. طيب نحن بنبشرك يا حجي انه راح نعمل له العمليه. يا الله يجيكم كل خير، يوفقكم ويسر امركم يا رب. وفي الطفل الثاني اللي بده معه قلب مفتوح كمان، جبنا له طاقه وجهاز اكسجي كمان. والله عليك الولد. تعال. وفي كمان ولد ثاني بده تحليل مشان الخزعه من هاي كمان. ابشر يا حجي. الله يوفقك. كله الله ييسر إن شاء الله. امركم. الله ييسر امركم يا رب. شو اسمك؟ بالخير يا رب. ما بيحكي ها؟ ييسر شو؟ امركم يا رب. وسام كمان تم حالته، راح ناخذه على يعني نعمل له فحص. والدكتور موجود انه اذا بتتواصل. شو الحاله طبعا؟ عندي مشكله صحته شو بده؟ بزن نقي وخزعه. طيب على كل الاحوال نحن التحليل بعد الخزعه ان شاء الله تمت كفاءته، ونشوف حاله البلد. انتم بتخبروا هاي المسألة. الله يبارك فيكم. يعني حجي كنتم متوقعين نرجع ولا ما متوقعين؟ والله صراحه ليك صراحه شوي قطعنا امل. شوي مو كثير، بس املنا بالله. طالع انت نطلبه من رب العالمين. نحن من وقت اللي رحت نحن عم نطلب من رب العالمين. يا رب. اللهم عم نقول له يا رب جنودك الخفيه لاخوات لاخي ولابن اختي ولابن اختي هدول هالثلاثه المرضانين. يعني والله العظيم تمرق كثير ايام ربطة خبز ما معنا. والله العظيم ببيتنا ما في لا برغول ولا زيت ولا سمنه، وما بنقدر نحكي عشان اخوي. بدنا الله مشان اخوي كثير بيتحسس انه بنشتري له دواء اكثر شيء. الله المستعان. الله المستعان. اصبر يا اختي اصبر، ان شاء الله باذن الله الله بفرج ان شاء الله. اكيد. هلا نحن مثل ما قلت لك امي فقدنا الامل، بس سبحان الله انا امبارح بالليل قلت له يا رب دخلك والله دقت حالنا كثير واخوي تعبان كثير. فالله سبحانه وتعالى استجاب لي دعائي، والحمد لله انه انتم جيتوا لتبشرونا هاي البشاره. نحن ما بيهمنا كل هذا الموضوع، بيهمنا انه تعملوا له عمليه وتنجح ان شاء الله عمليته ويصح. لما بيصح هو الحمد لله بيشتغل بإيده صنعة بتكسب ذهب الحمد لله، بيمد مجارير وبيمد كهرباء وبيشتغل، رغم انه مرضان حرام بحاول يشتغل بس للأسف يعني ما عم يقدر. باذن الله تعالى يا اختي، باذن الله تعالى ان شاء الله بيشفى وبتشوفوه هيك بيناتكم ومزين لكم البيت باذن الله تعالى. الله يرضى عنكم. ونحن برجع بقول نحن ان شاء الله خدام لكم، وان شاء الله بنرجع بنزوركم وتكونوا بخير حال، وبنشرب كاس شاي وتكون كل اموركم بخير. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. الله يرضى عنكم.